بيبدأ فيلمنا مع الأحدب محرك سيرك معروف في زمن غير محدد، وبيكون الأحدب وقتها ملوش اسم معين، ولأنه مجرد محرك في السيرك فبيتعرض للإهانة والتريقة دايما لمجرد إن الجمهور يضحك عليه وخلاص، ومش مهم هو يزعل أو يتضايق لأنه عبارة عن مهرج وبس. وفي الوقت اللي كان الأحدب مش على المسرح كان بيراقب لوري زميلته في السيرك ومنبهر بيها وبجمالها، وبيقرا في كتب الطب اللي كانت شغفه الوحيد، وبالذات علم التشريح الطبي، لأنه كان حابب يعرف ويفهم كل حاجة بتحصل في جسمه، وكان ليه نظرة مختلفة عن الأكل لأنه كان فاهم كل حركات العضلات اللي في الجسم، لحد ما بيجي اليوم اللي بيغير حياته كلها وبيقابل أعظم شخص ممكن يقابله في يوم ويغير حياته. وبيكون الأحدب بيتفرج على عرض لوري لحد ما الحبل بيتقطع وبتقع على الأرض فاقدة الوعي، ما بتتحركش ولا بتتنفس، وبيجري عليها الأحدب ومعاه الدكتور فيكتور، وبيقدر الدكتور فيكتور إنه يحدد تعبها، وهو إن عظمة التركوز اتكسرت من خلايا كتفها، وده بسبب الضغط على الرئة وقفها عن العمل. وبيقول الأحدب إن مستحيل ينقذها لأنه ما عندوش الأدوات اللازمة، لكن بسبب نظرة الأحدب المختلفة بيطلب من فيكتور الساعة بتاعته، وبيفهم فيكتور فكرة الأحدب وبيساعده في تنفيذها، وبينقذ حياة لوري فعلا. وبينبهر فيكتور بمهرج السيرك اللي فاهم في الطب، وبيقوله فيكتور إنه مش مهرج إنما الدكتور عمل عملية جراحية بدون أي تحضيرات، وبيقوله إنه بيضيع وقته في السيرك ده وإنه لازم يمشي معاه. وفي وقتها بيكون صاحب السيرك سامع اللي بيحصل، ولما فيكتور بيمشي بيروح صاحب السيرك وبيضرب الأحدب لأنه عايز يمشي من السيرك، وكمان بيحرق كتبه وبيحبسه في القفص زي الحيوانات، لكن فيكتور ما بيسيبوش وبيجيله بالليل وبيهربوا من السيرك، وبيحاول صاحب السيرك والحرس انهم يمسكوهم قبل ما يهربوا، فواحد منهم بيرمي السكينه وبتيجي في شخص تاني بالغلط وبيموت، وفعلا بيخرجوا من السيرك من خلال نفق المجاري، وبتكون اول مره في حياه الاحدب انه يخرج بره السيرك، وبيفضل ماشي ورا فيكتور لحد بيته ومعمل تجاربه في نفس الوقت، وبيفضل يتفرج على كل حاجه حواليه، وبيطلع فيكتور وهو ماسك ادوات غريبه في ايده، وبيجي وراه لحد ما بيمسكه وبيقول له اللي هيعمله فيه هيبقى مؤلم شويه، وبيحاصره وبيحط له حقنه في ظهره مكان الحبه، وبيقول له انه مش احدب وان اللي هو فيه ده تجمع سوائل في جسمه هو اللي خلاه بالشكل ده، وانه هيخلصه من السوائل دي حالا، وبيقدر بالحقن انه يسحبها كلها، ومن بعدها بيخبطه جامد في العمود لدرجه ان صوت عظمه وهو بيتكسر بيبقى عالي، وبيلبسه حزام مقاوم للعظام، وبيقول له ان عضلاته وعظمه هتحارب جسمه علشان يرجع للشكل الاحدب من تاني، لكن الحزام ده هيمنع جسمه من الانحراق علشان يرجع لشكله الطبيعي من تاني، وبيقول له انه هيعيش معاه في نفس المكان، وان ليه زميل في السكن اسمه ايجور، وده قليل قوي لما يجي ولو حد ساله عن هويته يقولوا ان اسمه ايجور، فبيفرح الاحدب انه اخيرا طلع من السيرك وقدر يقف، وكمان بقى ليه اسم، واول حاجه بيعملها انه بيروح يستحمى علشان يشيل مكياج المهرج من على وشه، وبيقص شعره وبيغسله كويس، وشكله وقتها بيتغير تماما، وبيتم التحقيق في اللي حصل في السيرك من المحقق روديك، لان اثناء المطارده في واحد مات بالغلط ويقدر انه يخمن اللي حصل بالظبط، وان الاحدب هرب مع حد بره السيرك، واثناء المطارده في واحد مات، وبيلاقي روديك ان في كيس موجود على الارض وبيخليه معاه، وبيلاقي صوره الاحدب في اوضته وبيعمل اعلانات عنه في الشارع وانه مطلوب للعداله، وبيكون ايجور اول مره يخرج للشارع لوحده، وبيروح على المستشفى اللي فيها لوري وبيطمن عليها، وبعدها بيشوف ان صورته موجوده في اعلانات كتير ومطلوب للعداله، فبيرجع لبيته بسرعه علشان بيكون خايف يتقبض عليه، وساعتها بيجيله فيكتور وبيقول له ان الاعلانات دي لشخص مشوه احدب، وان هو ما بقاش كده، وان هو بقى راجل طبيعي يقدر يتحرك في اي مكان، وبيبدا يكلمه عن السبب اللي خلاه يهربوا من السيرك، وبيقول له ان هو عنده فكره، وهو ان الموت حاله مؤقته زي ما الحياه حاله مؤقته، وانه ناوي يثبت كلامه، وبياخده عشان يوريه حاجه معينه، وبتكون عباره عن عيون موجوده في غلام موصل بالكهرباء، وبيشرح لإيجور ان الاعضاء لو توصلت بالكهرباء في بيئه معينه ممكن ترجع للحياه من تاني وتعيش بشكل طبيعي، وبكده يكون انتصر على الموت نفسه، وبيعمل تجربه قدامه وبيوصل الكهرباء بالعيون، وبيلاقي الجنون بيتحرك قدامه وبيبلغه انه هيبقى مساعده الوحيد بتاعه في المشروع العلمي اللي هيغير العالم كله، وبيقول له انه كل شويه هيجيب له حاجه يصلحها ويتعامل معاها، وفي نفس الوقت هيوريه مشروعه العظيم، وبيفضلوا شغالين سوا، وبيعدي الوقت وبيعرفوا ايجور ان لوري طلعت من المستشفى لكن مش هتقدر تشتغل في السيرك تاني، لحد ما بيقابلها يوم صدفه وبيفضل باصص لها لحد ما بتعرفه هي كمان برغم ان شكله متغير تماما، وبيعرف انها جت الحفله لانها مع بيرون المشهور، وبيفضلوا يتكلموا سوا لحد ما بينضم لهم فيكتور، وبعد ما الليله بتخلص بيقرر فيكتور انه لازم يوريه ايجور مشروعه العظيم، وبينزلوا سوا للبدروم بتاع بيت فيكتور، وبيلاقي ايجور ان في كائن بيحاول فيكتور انه يوهبه الحياه عن طريق الكهرباء، وبيكون مجمع كل اجهزته من الحيوانات الميته والمسروقه اللي اتبلغ عنها، وبيوصلوا شحنه كهربائيه قويه لجسم المخلوق، وبيلاقوا ان الحياه بدات تبان فيه لكن الشحنه بتستمر لمده ساعه، عشان كده ما بيكونش قادر يتحرك، لكنهم بيحتفلوا بنجاح المشروع بشكل مبدئي، وبيقرر فيكتور ان يعلن عن مشروعه في الكليه الملكيه قدام كل الحضور.
الحضور، لان فيكتور معروف انه مجنون فحضوره بيبقى قليل جدا، لكنه بيصمم يشرح لهم مشروعه وانه قادر يرجع الحياه لحيوان ميت، وبيجربها لكنها بتفشل اول مره بسبب ان الكهرباء ضعيفه، لحد ما بيزود ايجور الشحنه لاقصى درجه وبيضربوا بيها المخلوق وبيتحرك قدامهم لدرجه ان الحياه بترجع فيه من تاني، وبيقدر انه يهرب من قدامهم وبيختفي، فبيطاردوا ايجور عشان يلاقيه قبل ما يقتل او يضر حد. واثناء المطارده بيحاول المخلوق انه يقتله ويهجم عليه، وقبل ما يقع من على السلم بيجي فيكتور وبينقذهم هما الاثنين، وبيضرب المخلوق بطفايه الحريق وبيقتله. وبيبقى من ضمن الحضور اللي شافوا اللي حصل هو البيرون اللي كان منبهر بفيكتور، وبيروح يتاسف له انه قلل من امكانياته وبيساله لو يقدر يصنع مخلوق تاني، فبيرد عليه فيكتور ان يقدر يعمل كده لو عنده الامدادات اللي محتاجها، هيقدر يصنع راجل ذكي مفكر ومتحضر ومن سرعه الخاص. وبيكون ايجور معترض على الفكره لان الحيوان ما يقدروش يتحكموا فيه، فاكيد الانسان مش هيقدروا يتحكموا فيه برضه. وساعتها بيقول له فيكتور ان لازم يسمع كلامه لان هو اللي نقذه من السيرك وعلمه حياه عاشها وليها هدف، ولازم يساعده عشان يحقق المستحيل. وبعد اللي حصل في الكليه بيكون المحقق روديك بيحقق في الدم الموجود على السلم، وبيروح على بيت فيكتور عشان يعرف منه القصه، وبيساله عن اللي حصل في الكليه، فبيقول له فيكتور انه كان بيقدم تجربه عن حيوان الشمبانزي انه يقدر يتحكم في افعاله ويخليه اذكى من المعتاد، وساعتها الحيوان خرج من سيطرته واضطر انه يقتله بعد ما دفنه لانه اكيد مش هيخلي حيوان ميت في البيت بتاعه. فبيقول له روديك انه يخلي باله لان التجربه بتاعته عباره عن مشروع غير مصرح بيه، والاهم انه ما يطولش على احكام الرب لان ساعتها مش هيستحمل الانتقام اللي هيحصل له، ده غير ان الطبيعه مش هترحمه لو حاول ان يتدخل في مسارها الطبيعي. وبعد ما بتنتهي المقابله بيروح ايجور عشان يقابل لوري في الشارع، وبتحذره من افكار فيكتور لانها ممكن تقضي عليهم تماما، وانها بصت في عيون المخلوق اللي هم صنعوه كانت فاضيه وكانها ما فيهاش اي روح، وان افكار فيكتور لو خرجت عن المألوف لازم يبقى ليه راي وينسحب من المشروع بتاعه. وبيفضل ايجور يفكر في كلامها لحد ما بيوصل لبيته، وبيلاقي ان والد فيكتور جاي علشان يزوره هو كمان، وبيبقى والده شخص عصبي وصعب يتفاهم معاه، ويبلغ فيكتور ان لو فضل مده بعيده عن شغله ودراسته الكليه هترفضه نهائي. وبيحاول فيكتور يشرح لوالده مشروعه لكن والده بيضربه وبيقول له يبطل الافكار الفاشله بتاعته دي وبيسيبه ويمشي. وبيفضل ايجور باصص في الرسمه بتاعت فيكتور الموجوده على الارض وبيحاول ينسيه اللي حصل، فبيقول له انهم لو عايزين المخلوق بتاعهم يعيش مده اطول زي اي انسان هيحتاجوا طاقه كهربائيه نقيه واضعاف الطاقه الطبيعيه، وان الطاقه دي موجوده في البرق، وبيكون فيكتور قادر انه يستخدم طاقه البر. وبيقرر عشان الجسم الانساني يستحمل الطاقه اللي هتتحط فيه لازم يبقى اقوى من اي بشري تاني، فبيفكروا انهم يحطوا له رئتين وقلبين لانهم كده هيبقوا متحكمين في الجسم كله. وبيفضلوا طول الليل وهم بيظبطوا في المخلوق بتاعهم هيبقى شكله عامل ازاي وحجمه قد ايه، وبيكونوا متحمسين جدا من النتيجه اللي هيشوفوها قريب. وبعد ما بيخلص ايجور التخطيط بيروح الحفله مع لوري وبيقضي معاها الليله، وفي نفس الوقت بيكون روديك مش عارف ينام لانه واثق ان فيكتور بيعمل حاجه غريبه ومحرمه في المعمل بتاعه، لانه عارف ان هو اللي كان بيسرق الاعضاء الحيوانيه من حدائق الحيوانات. وقتها بيقدر يجيب مذكره تفتيش وبيروح على بيت فيكتور وبيكسر الباب الرئيسي اللي فيكتور كان قافله. ولما بيرجع ايجور من عند لوري بيلاقي الشرطه بتحاول تقتحم بيت فيكتور، فبيدخل من الباب الخلفي اللي محدش يعرفه، لكن اثناء دخوله بياخد روديك باله منه وبيروح وراه، وبيحاول ايجور انه ينصح فيكتور على قد ما يقدر انهم يهربوا بسرعه من المكان، لكن فيكتور بيكون متمسك بالمعمل بتاعه وبيبقى مستني عربيات اللي هتساعده في النقل، بس روديك بيدخل عليهم علشان يهددهم بالمسدس بتاعه، وساعتها بيهجم عليه فيكتور وبيقدر انه يضربه وبيدخل ايده في راس المكنه وبتتقطع، وبيهربوا هما الاثنين فورا من المكان في عربيه من العربيات، وبيطلع روديك وراهم وايده مقطوعه، وبيشوفهم راكبين عربيه عليها شعار فنجان، ولما بيوصلوا الفنجان بيبلغوه كل اللي حصل، وبيكون مجهز لهم بيت من بيوتهم المهجوره، وبيقول لهم ان ده هيبقى مقرهم ويجهزوا نفسهم لانهم هيسيبوا لندن دلوقتي وهيعيشوا فيه علشان يكملوا مشروعهم هناك. لكن ايجور بيعترض على اللي بيحصل وبيبلغ فيكتور انه منسحب ومش هيكمل معاه بعد ما كان السبب في قتل الشرطي وانه ممكن يغدر بيه في اي وقت. وبيسيبوا فيكتور مع فينجان وبيتحرك هو لوحده على مقره الجديد، وبيكون فينجان هو اللي مع ايجور وبيقول له انه دايما كان معجب بفيكتور بالرغم من جنونه، وانه اخيرا نجح في مشروعه الخاص وهو قرر يموله لان التقنيه دي لما تثبت نجاحها هيبقى هو المتحكم فيها وهيبقى من اشهر واغنى العائلات في العالم، ومش هيسمح لحد انه يهدد امال المشروع. وقتها بيأمر فينجان حرسه بالهجوم على ايجور وتكتيفه ويروحوا بيه على اقرب بحيره ويرموه فيها علشان يموت غرقان، لكن ايجور بيقدر انه يفك نفسه بسرعه قبل ما يغرق وبيهرب من البحيره وبيروح على بيت لوري وبيفضل فتره هناك، وبيكون مع الساعه بتاعت فيكتور وبيقرر انه مش هيسيبه لوحده وانه لازم يروح يساعده، يا اما ينجحوا سوا يا اما يفشلوا سوا. وبتروح لوري معاه وبيكون فيكتور بدأ في تخطيط جسم المخلوق بتاعه وبيبقى هيستخدم له قلبين ورئتين
منه، وجسمه هيبقى ضخم كتير وبيجهزه لصعقة البرق. ولما بيوصل ايجور للقصر بيلاقي رجالة فنجان بيحموا القصر من كل مكان، فبيدخل من خلال انه يتسلق السور اللي قدامه لحد ما بيوصل للمكان اللي في المخلوق، وبيلاقي فيه عمال كتير بيساعدوا فيكتور في شغله، وبيقدر انه يوصل له وبيحكي له ان فنجان حاول يقتله علشان المشروع ما يقفش، واكيد هيقتله بمجرد ما المشروع ما ينجح علشان يستولى على الفكرة كلها. لكن فيكتور بيقول له انه مش مهم حياته مقابل مشروع عظيم زي ده، لان المشروع مش هيخلي للموت وجود، لانه هيقدر يخلق حياة جديدة لمخلوق جديد. وبيبقى ايجور فاهم ان فيكتور بيعمل كل ده لانه خسر اخوه في يوم من الايام، ومن ساعتها هو بيحاول يلاقي اي طريقة يعاند بيها الموت اللي اخد اخوه منه، ودي حاجة محرمة ومستحيلة، لكن هو بيبقى مصر يكمل فيها. لكن وقتها بيروح عشان يكمل مشروعه ويجهز المخلوق لصعقة البرق، وبتكون الطاقة كبيرة جدا لدرجة ان المخلوق فعلا بيتحرك، لكن بسبب زيادة الطاقة كل المولدات بتنفجر من حواليهم، وبيموت فنجان في وسط التفجيرات اللي حصلت، لحد ما المخلوق بيختفي من على الحامل بتاعه وبيتحرك قدامهم، وبيروح له فيكتور وبيقول له ان هو اللي صنعه بايده، لكن ما بيبقاش في اي اثر للحياة في جسم المخلوق. وساعتها بيحس فيكتور بالغلط اللي عمله، انه عمل شيء مشوه. وقتها بيكون روديك قدر انه يدخل القصر، ولما بيشوف المخلوق قدامه بيضربه بالرصاص، وده اللي بيعصبه وبيخليه يضرب فيكتور، وبيروح على روديك وبيرميه على حامل كهرباء وبيتكهرب وبيموت. وبيحاول فيكتور ويجروا انهم يقتلوا المخلوق باي شكل، لكن المشكله انه ما بيحسش باي الم مهما حصل، فبيقدر يجروا انه يغرس حديده في قلبه فبينهار قدامهم، لكن لان عنده قلبين بيقدر انه يقوم تاني. وقبل ما يقتل فيكتور بيكون هو كمان مجهز حديده وبيغرسها في قلبه التاني، وبيموت المخلوق قدامه وبيرتاحوا هما الاتنين، لحد ما بيجي تاني يوم وبيلاقي ايجور ان فيكتور اختفى من المكان، وسايب له جواب مكتوب فيه ان هو هيفضل اعظم انجازاته ويقدر يعيش حياته براحته لحد ما يحتاجه في المشروع اللي جاي، لانه هيفضل دايما شريكه الوحيد. وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي، ما تنساش انك تشترك معانا علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيلم الجاي، سلام.